صداع. بس كده صداع، صداع. يعني ما اديلهاش حبايه بقى تبان؟ لا. لو الموضوع متكرر 3 4 ايام مش 3 4 شهور، 3 4 ايام ورا بعض، لازم هو الكومباين اورال كونتراسيبتيف ده لازم يتغير. وانا اللي اغيره؟ لا، هنا بقى براحتك. تبعت على الدكتور وهي اللي تغيره، تستخدم وتبقى بقى حكم منع حمل ثانيه ما فيهاش استروجين، تستخدم جهاز، تستخدم حقن وتبقى. الكلام ده مسؤوليتي؟ مسؤوليتي. الأهمية رقم 3. الأهمية رقم 3. ممكن الدراج اللي هي بتاخده حاجة تانية أو اللي بياخده حاجة تانية يتعارض بالسلب، بالضد بقى مش بالألف افكت، لا انتاجونستيك افكت مع العلاج اللي انا ممكن اديه حالته او الحالة اللي هي جاي يشتكي منها. اوكي؟ ودي بقى اكتر بياخد علاج للحموضة مثلا، تروح انت مديله دراج المفروض ان هو يشتغل في المعده بالاسيديتي اللي موجوده في المعده، العلاج مش هيشتغل نتيجه ان مفيش اسيديتي. اوكي؟ سهله دي ولا سهله؟ تقول تاني؟ النظام بالعمل. حاضر. الله يفتح عليك ما شاء الله، لازم تيجي ترد عليا موافق، وهي ضمن الاجازه العادي ماشي. مظبوط. لنفترض مع بعض دواء معين المفروض ان هو يشتغل بكفاءه 80%. انا مش هقول ان انا اقل حموضيه في المعده ان هو هيشتغل او مش هيشتغل وهيبقى 0%، لا، ممكن يشتغل بنسبه 30% او 40%، ولكن السنشن كام؟ بس انا عايز يبقى اعلى من كده. الافضل من كده مش ان انا امنع ده خالص، لا، كل فكره ان الدراج المعين اللي بيقلل حموضه المعده اللي بتاخد الصبح الدراج بتاعي محتاج الحموضيه يشتغل او يبدا مني. وصلت؟ ده علشان اوصل للماكسيمال افكت. اوكي؟ نقول كمان الدراج بتاعي عايز ارميه في المعده وهو بيشتغل باسيديتي. اوكي؟ ما ينفعش اديه مع دراج تاني بيقلل الاسيديتي. خلاص؟ علشان احصل على الماكسيمال افكت بتاع الدراج الاولاني لازم اكون عارف الادويه اللي صاحبنا بياخدها. خلاص؟ اديك مثال كمان. فياجرا ما ينفعش حد يجي لك الصيدليه يقول لك لو سمحت انا عايز الحبايه الزرقاء، انا عايز فياجرا، وانت بكل بساطه تروح قايل له اتفضل مع الف سلامه. ليه؟ لازم تقول له حضرتك بتاخد اي ادويه ثانيه، اكتب دي، اكتب اللي جاي دي. فياجرا تتعارض مع بين قوسين ادويه القلب تحديدا نايتريتس. تقول له كده هات لي العلاج اللي انت بتاخده القفه وتعالى نشوف ده يتعارض ده ما يتعارضش، ده يتعارض ده ما يتعارضش. الحمد لله ما حدش يتعارض فيهم، اتفضل يا جماعه تعالى السلام. خلاص؟ اي حاجه اولها نايترو، اكتب كده الله يكرمك الحاجات دي خطر مع الفياجرا. اكتب كده الاسماء: نايتروماك مثلا، داينايترا، مونوماك. كل الحاجات دي فيها نايتريت. غلطة الشاطر فين بقى؟ غلطة الشاطر ان يكون في دراج مش مكتوب عليه من بره او مش باين فيه من بره ان فيه نايتريت بس يطلع جواه نايتريت. اكتب كده ايفوكس. دي غلطة الدكتور الشاطر بقى اللي هو يعدي عليه الحاجات دي تمام ويقع في دي. وعادي ما شاء الله ده مصري زي كده مصري ياخد الاثنين مع بعض وعايز ده مصري الحمد لله تمام. المهم المريض المصري ليه جبروت كده اللي هو ايه زي الله ليه هيبه وشام فاهم. المهم وصلنا فضل فين؟ السؤال رقم كام ده؟ نسيت. ها؟ 5 ما شاء الله. فضل اخر سؤال. طب والضغط يا دكتور بالنسبه بالنسبه لمريض الضغط ماشي معاه حاجه؟ طبعا احنا بنسال في اي اعراض ثانيه حضرتك تشتكي منها من ضمنها ان يكون عنده مرض ثاني يشتكي منه وليكن ضغط مرتفع. فاكر اني اذر سيمبتومز؟ حضرتك تشتكي من حاجه ثانيه؟ بتكلم على نقطه الفياجرا بس تعارض مع ادويه القلب، هل تعارض